السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ساحر منصور من بيئة محافظة كفر الشيخ. بصوا بقى يا جماعة، في قرارات عمالة تنزل من وزارة التربية والتعليم باللي بيبني سور أو يبني حيطة أو يبني أي شيء في الدولة في مدارس تم بنائها مثلا من أكثر من 15 عام، لازم أن يتهدم ولازم أن يكون واخد تصريح من هيئة الأبنية التعليمية. احنا عندنا بقى توجيه التربية الرياضية ببيلة خد جزء من المدرسة قافل بوابة الطوارئ بتاعة الطلبة مغلقة، يا دوبك يعدي كده الطلبة بس منها أو حد يعدي، وبينه جزء ودخلوا له كهرباء عشوائي، كل شيء عشوائي ومبني على وش الأرض ومصبوب على وش الأرض، كل شيء حاجة كده يعني قلتهاش حاجة كده تقوم هدها، لو عدت عربية جامدة كده من قدامه تهده من بره من الشارع. البهوات بنيينه، في ناس كتير حاربت وناس كتير جرت وناس كتير خافت على الطلبة ليجرى لهم أي شيء، ومع ذلك البهوات قاعدين. آخر بقى خبر وصلني امبارح بالليل ان هم راحوا لمحافظ كفر الشيخ وادالهم تخصيص، بالجزء ديت لهم ادالهم تخصيص بمناسبة ايه؟ هو المحافظ ده شغال في هيئة الأبنية التعليمية في الوزارة واحنا ما نعرفش ولا حاجة؟ ولا أي حد بيعمل أي حاجة كده وخلاص ونفضل عمل؟ هم شوية ناس، يعني مش هقول لكم دوروا اسألوا عليهم، لما يجوا أول يوم في الشهر ويخشوا المدرسة يدخلوا المدرسة، ده احنا جبنا تصريح وجبنا تخصيص وجبنا ويخلوا مدرسة في المدرسة عندها نشاط مدرسي مع الطلبة. ال- المدرسة يعني هوريكم الصور والقذارة اللي هي فيها والتراب والأبنية المهدودة و فالمدرسة عاملة نشاط خدمة اجتماعية فبتلم الحاجات دي يا ولاد. فدخل واحد نزل ضرب في العيال، هبعت لكم الأربع، هتشوفوا الأربع أسماء في اللي هي كاتباه وهي بعتها شكوى. أهانوا المدرسة، قالوا لها أقذر الألفاظ. مدير المدرسة طبعا ما عملش أي حاجة، ما خدش أي قرار. كمان واحد من الأمن غلطوا فيه وجامد ومع ذلك سكت. مدير المدرسة بدل ما ياخد قرار في ساعتها وقف يتفرج، واحد منهم من توجيه التربية الرياضية في إدارة بيئة التعليمية وهو بيحبسه هو والمدرسين والطلبة في المدرسة. هتشوفوا الأستاذ اللي كان واقف بيقفل البوابة، هتشوفوا صورته دلوقتي وهو نازل بيقفل البوابة، ومدير المدرسة ولا يحس ولا خبر. في نفس اليوم تدخل واحد انا مش عارفه ده شغلته ايه ده ولا ده إيه، يعني هو يعني مش عارفه هو عايز يثبت نفسه ازاي وهو ولا اي شيء. دخل في الموضوع وراح لمهم على بعضهم، اتصالح مدير المدرسه، كل ما اسال حد عليه يقول له ضعيف الشخصيه، انا ما اعرفوش شخصيا عامه، ما اتقابلتش بيه. انا كل المشكله ان انا كلمته في التليفون، حصل كده يا فندم، قعد واخدني ملففني حوالين نفسي، طبعا انكار، طبعا ما فيش اي حاجه. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي مش عارفه ايه ده؟ ما فيش حاجه من دي. قلت له ده انا جبت لي الاوراق والصور والمدرسه وكذا وكذا وحصل حتى مقفول عليكم البوابه. فقال لي ما حصلش من ده حاجه. قلت له بص يا استاذ، انا عارفه ان انت اتصالحت مع فلان الفلاني، النهارده قفل عليك البوابه وحبسك وانت مدير مدرسه وما قدرتش تعمل حاجه، واخر حاجه رحت له لغايه مكانه عشان تصالحه. مش عارفه هو فيه ايه اللي حصل ولا فيه ايه اللي جرى. الراجل لما لقاني قفشته في الكلام وقفشته ان انت مش هتعرف تضحك عليا ولا تدور. آه، اللي وصلني يعني من الفكري، مش حد قال لي، عشان انا مش هكدب على ربنا، انا هقف قدامه لوحدي، محدش من لا ينفع، لا ينفع مال ولا بنون. الاستاذ تقريبا هدد الاستاذه واللي هو فرد الامن اللي هم تهانوا، فما حدش عمل اي شيء. انا كل الحكايه ان انا اتواصلت مع حد منهم، في الاول انكر خالص وبعدين قال ضيعنا، واصلا هو. وطب خلي المعلمه تكلمني، حاضر بكره. المعلمه لغايه الان ما كلمتنيش. انا معايا الاوراق اللي هي كاتباها الشكاوي واسمها واسم الطلبه اللي انضربت وكل شيء عندي، والاستاذ اللي واقف على الكرسي بيقفل عليهم البوابه، كل حاجه. وتحس ان كل حاجه ماشيه عندنا بالمقلوب. حتى جه 100 قرار ازاله للمكان ده وما بيتزالش، 100 حاجه مدير الاداره يكتب ما يتزالش، يجي له قرار ما يتزالش. اخر معلوماتي ان واحد من اللي شغالين في توجيه التربيه الرياضيه ده جوز اخته شغال في هيئه الابنيه التعليميه في محافظه كفر الشيخ، فاي حد بيروح بشكاوي يقدمها هناك. البيه جوز اخت البيه اللي شغال في توجيه بيلا بياخد الشكاوي ويردها له، يقول له ده هو جه اشتكاك عندنا،
وانا جبت لك الشكوى. فما فيش حاجه بتوصل لهيئه الابنيه التعليميه. انا واحده من الناس بدور على رقم آم، رئيس لهيئه الابنيه التعليميه في الوزاره بقالي يومين او ثلاثه، وكلمت ناس كتير عليه. يعني لازم انا انزل القاهره عشان اجيبه، ما هوش معايا، عشان نشوف المهزله اللي احنا فيها. انما المفاجاه بقى ان يقول لي ده المحافظ خصص لهم المكان. المحافظ وزير المحافظه. وزير المحافظه هو المحافظ يلبيه، المحافظ ما نزلش شاف البوابه وهي مغلقه بتاع الطوارئ لو حصل اي حاجه، ما يعرفش يعمل حاجه للطلبه. البيه المحافظ ما جاش شاف البنايه اللي مبنيه على وش الارض لا اساس لها، وداخل فيها كهرباء عشوائي، وجاي لي الاوراق اللي مقدماها الاداره ومدير المدرسه ان هم عايزين يزوروا المكان، لان في اي وقت ممكن يقع على الطلبه، ممكن يحصل اي حاجه ريق يولع في المدرسه كلها، لان كل حاجه عشوائيه، وهو مبني على وش الارض، لا له مميده ولا له اي شيء، وكهرباء عشوائي، كل حاجه عشوائي. هو وصل بينا الزمن لدرجه ان اي حد بيحب يعمل حاجه بيعملها ويمشيها في بيله على رقبه الدوله. يعني هم ما بيقعدوا يتباهوا يقول لك احنا، يعني هم زوروا قبل كده وسرقوا، ومعايا الارقام والاسماء باعتراف الراجل رئيس اللجنه وناس تانية وناس 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 باعترافاتهم بخط ايديهم، وفي اماكن لو قلت لكم عليها تبع الوزاره كمان، ومحدش اتحرك ومحدش اتكلم، والمزورين قاعدين ومبرطعين يقول لك لبسنا الدوله طرحه. مش عارفه لبسوها الطرحه ازاي، ما شفتهمش عامه، ما اعرفش شكلها ايه الطرحه دي، طرحه بيضه ولا طرحه حمراء ولا سودة ولا ايه، ما اعرفش. والتانيين عمالين يشتموا في الناس ويهزقوا في المعلمة قدام الطلبة، ويضربوا الطلبة ضرب مبرح، ويقفلوا عليهم البوابة ويحبسوهم. المدرسة بتنظف المدرسة، بتنظف المكان، وهوريكم الصور دلوقتي والحاجة اللي جاية لي، تتهان في وسط الطلبة، ويلبيه المدير المدرسة يروح يتصالح معاهم، حبسوه وبيصالح معاهم. هو احنا ما عادش فيه حاجة عندنا في البلد غير ان احنا نقعد نحارب في الفساد، والفساد عمال يزيد ويزيد ويزيد. هو احنا ما نش تبع جمهورية مصر العربية؟ هو احنا في دولة لوحدنا؟ هو احنا بنستغيث بالدولة ونقول لهم شوفونا يا جدعان، ما بيسألوش فينا؟ هو احنا بواقي الإسرائيليين؟ هو احنا من بلد تانية؟ ده احنا لو على حدود مصر كنت قلت احنا من على حدود دولة كذا يبقى احنا تابعين له. انما احنا والله العظيم في وسط ده احنا وسط الدلتا، ده يعني في وسط الجمهورية. هو في حد حاطط لنا كده، حاطط البلد دي كده زي المسمار جحا كده في قلب البلد دي، واحنا طبعا دولة تانية؟ ما احنا والله العظيم مصريين يا جماعة، ما بتهتموش بينا وبتشوفوا حالنا ليه؟ ما بتشوفوش الناس اللي بتتظلم كل يوم والدنيا اللي بتخرب ليه؟ كل اللي عايز حاجة يعملها، وكل اللي يفترى على الناس يمشي كلمته على الدولة وعلى رقبة التخين، ومحدش بيقول له انت فين. ما تاجي تشوفوا المبنى اللي يقع فوق الناس، ما تاجي تشوفوا الناس اللي عمالين يهزقوا اللي رايح واللي جاي، ما تاجي تشوفوا المحافظ اللي طلع اللي بيدعوا، انا ما شفتش ورق، اللي بيدعوا ان هم جابوا قرار منه بالسيد نائب مين؟ هو احنا عندنا نواب بتسأل فينا؟ هو احنا عندنا نواب بنشوفها من ساعة ما ياخدوا صوتنا؟ هنضحك على بعضنا؟ يقول لك اصلا هو خصص المكان ده، المكان ده تبع وزارة التربية والتعليم ولا تبع المحافظ فخصصوه؟ حد يطلع ويرد علينا، لان احنا خلاص جبنا اخرنا. احنا خلاص جبنا اخرنا، زهقنا. احنا نقعد نقول في فساد هنا، في فساد هنا، في فساد هنا، وانتوا قاعدين نايمين. الفساد عمال ياكل في الناس. 20 30 اللي انتوا مستنيين هتعملوا فيها البدع شكلها كده، هي اللي هتطلع 20 30 تتفسخ عن جمهورية مصر العربية وهتبقى دولة لوحدها. والله العظيم من كتر الهم اللي فيها، وانتوا ولا انتوا هنا. والله من عارفه انتوا بتعنونا على ان احنا يعني بشر من بره الكوكب، ولا احنا ايه، ولا انتوا ولا نكون احنا مخوفين الدوله والوزاره والدنيا كده ومش عارفين ياخدوا معانا اي قرارات، او ولا نكون احنا حاطين ايدينا على رؤوس الدوله، ولا ايه، ولا في ايه؟ ده احنا مركز يا جدعان زي بقيه البلد، زي بقيه الجمهوريه. لو احنا لنا جمهوريه تانية او دوله تانية او مملكه تانية او اي حاجه قولوا لنا ان احنا تبع كذا. انما احنا بطايقنا وورقنا واسامينا بتقول ان احنا مصريين ابا عن جد. اي والله زي ما بيقولوا كابر عن كابر عن كابر، احنا مصريين. ما تاخدش تشوفونا وتشوفوا الهم اللي احنا فيه. ما تاخدش تشوفوا، يعني ما ينفعش حد يتحرك غير لما تحصل مصيبه، غير لما المبنى يقع فوق العيال، غير لما الكهرباء تضرب فيه تولع في المدرسه ولا تولع في العيال، وانتوا قاعدين تتفرجوا. واللي رايح واللي جاي عمال يشتم في اللي رايح واللي جاي، واللي يتكلم ويقول هنا هو اتخلل يطلعوا فيه العبر، اللي يتكلم يقولوا ده سمعته وسمعته وسمعته وسمعته، قاعدين كده تحس ان احنا يعني هو في ايه يا جماعه؟ وفي ايه؟ انا قلت لكم اهوت، وانا ما بخافش اتفرج على الوزاره هتقوم تاخد قرار، والله الوزاره يعني خلاص ضحكوا عليها البلويه 2012 وبيضحكوا عليها دي، لو هيفضلوا يضحكوا عليها العمر كله مش هيسيبوها. مش هيسيبوا الدوله دي، هيفضلوا يضحكوا عليه. الدكتور يقول لك احنا لبسناها الطرح، تبقى تورينا كده هتقف معانا ازاي؟ ورينا الوزاره اللي بتدور على حقوق الناس، بتجري تشوف الناس.
بتيجي نشوف مشاكل الناس تورينا كده وتنزل عندنا بيل، وتنزل عند واللي مش عاجبه يجي لي وانا معايا الاوراق ومعايا المستندات ومعايا كل ما يخطر على بالكم، معايا كل شيء، ومستنيه اللي هيقولوه عليا، ومستنيه اللي هيكتبوه عني، ومستنيه الفضايح اللي هيعملوها لي، بس انا ما بخافش. انا قلت مليون مره انا شايله كفني على دراعي وماشيه بيه، ما انا ما بخافش في الحق لو ما تلاقى. انا نزلت قبل كده فيديو، راحت الفيس، اداره الفيس ولا ان شاء الله يولعوا، قال يعني من حبهم فينا يعني، راحوا منعوه، منعوا نزول الفيس. اهو انا شغال على اليوتيوب، انا عندي كل الفيديوهات، ما اقولكوش بتجيب كام رقم كده، وما اقولكوش ده عليه فرجه ده والله العظيم حتى ما فلترته، لسه عايز افلتره ومنزلاه بقالي 14 15 يوم مش عارف افلتره، هفلتره باذن الله جاز الليله دي. وشغال، وشغال وجايب مشاهدات، علشان بقول الحق. بقول عندنا عوار كذا يا جدعان في المحافظه، وعندنا في المصلحه الفلانيه كذا، والمصلحه العلانيه والمصلحه العلانيه، ومحدش بيعبرنا ولا بيسال فينا. خافوا على نفسكم بالبلد دي، والله العلي العظيم البلد ديت اقسم بالله العلي العظيم طول ما الفساد شغال فيها ما انتوا نافعين، وفي يوم من الايام هتلاقوا بينا ديت عامله لكم الكوارث اللي ما تخطر على بالكم. اي أيوة والله احنا ناس محترمين وناس غلاب، احنا اغلب من الغل، ولكن في عندنا البعض كده لما يقوم عامل حاجه ومحدش يكلمه ويبقى فايق في الضلوع. انتوا عارفين الفتوات اللي طلع لنا دلوقتي؟ شايفين الفتوات؟ انا شفت مره فتوه واحده، والله دي حاجه تضحك والله العظيم. انتوا عارفين فتوات؟ هم عاملين نفسهم فتوات، عاملين نفسهم ان هم ايه، ما اقولكمش شخبندر التعليم، ما حدش قادر له. ربنا موجود يقدر عليهم ويقدر على كل واحد يضر البلد ديت او يحب